صباح الفل والياسمين على عيون كل متابعين الحلوين، يا رب تكونوا دايما بخير. الساعة الآن 7 صباحا بتوقيت القاهرة، يوم 29 أكتوبر 2025. أول حاجة بدأت إن أنا أحضر فطار، فكان لازم إن أنا أعمل لي مج نسكافيه باللبن علشان أظبط دماغي، لأن أنا الفترة دي بجد أنا مش عارفة أنام والموضوع مضايقني ومؤثر عليا، ودايما حاسة بإرهاق شديد قوي وحاسة إن أنا عندي صداع، فلازم ان انا اشرب حاجه كده تفوقني وتظبط دماغي. وطبعا فطار يبقى القراقيش بتاعت ماما، يعني دي بالنسبه لي منقذه قوي ليا، لان دي اسهل حاجه انا ممكن افطر بيها، وكمان انا اساسا ماليش نفس للفطار، بس مضطره زي ما قلت لكم في روتين امبارح عشان الفيتامينز اللي انا باخدها. بما ان شهر رمضان المبارك قرب يهل علينا، ربنا يعود علينا وعليكم الايام يا رب بكل خير وسعادة، فانا قررت ان احنا هنبدأ مع بعض تفريزات رمضان. طب مش حاسين او انتوا هتسألوني مش حاسة ان احنا هنبدأها بدري شوية؟ هقول لكم لا. ليه بقى لا؟ لان زي ما احنا عارفين شهر رمضان بيبقى بقى فيه عزومات ومصاريف كتير، وبنبقى في الشهر ده سبحان الله محتاجين فلوس كتير، فاحنا نبدأ من دلوقتي نقسم نفسنا ونقسم الميزانية بتاعتنا بنود، بحيث كل شهر نبدأ ان احنا نعين جزء كده بسيط لرمضان، ونبدأ ان احنا نجيب بيه حاجة ونخزنها عندنا في الفريزر. فده بجد هيفرق معانا كتير قوي، وعلى ما رمضان بإذن الله يجي كده على خير هنحس ان احنا خلاص مش ناقصنا يعني غير مثلا حاجات قليلة خالص، ولكن هخلي تفريزات اللحوم والفراخ بداية من شهر 12 ان شاء الله. طب هتعملي ايه؟ هتبدأي بايه؟ هقول لكم ان انا هبدأ بقى بالمقبلات، زي مثلا هنعمل مع بعض عجينة السمبوسك، عجينة السبنج رول، والحاجات دي بنجيبها غالية وبتبقى اساسية طبعا على سفرة رمضان، خصوصا لو عندنا اطفال فبيحبوا الحاجات دي قوي. بدل ما نروح نجيب الباكت يقعد معانا يومين تلاتة، ده ان قعدهم اساسا ب55 جنيه ولا ب80 جنيه، هنعملها مع بعض في البيت وهتكفينا كتير قوي، وهقول لكم ازاي تفرزوها وتخزنوها في الفريزر وتقعد معاكم بالخمس والست شهور، وكل ما تحتاجوا تسحبوا منها براحتكم خالص. بعد ما خلصت الفطار دخلت كده على البلكونه، اديتها وش نظافه، وزي ما انتوا عارفين ان انا فضيتها تماما وشلت كل حاجه فيها، حتى الباسكت ده بتاع المطبخ، ولكن انا دايما بحب الباسكت كل اسبوع كده لما اشيل منه اي حاجه مش نظيفه فيه، ان انا بغسله وبحطه يتهوى في البلكونه علشان يعني ما يعملش معانا ريحه مش لطيفه. نفسي قوي اجيب السجاد اللي هو الاخضر اللي بيتفرش في البلكونه ده، ولكن انا يعني انا عارفه مكانه فين في الموسكي والعتبه والاماكن دي، ولكن صعب عليا الفتره دي ان انا اروحه، فاتمنى ان انا اتشجع كده واروح اجيبهم واجي. بجد حاسه ان هو هيفرق معايا قوي في شكل البلكونه، وهو اساسا مخصص علشان البلكونات، واشيل السجاده دي لانها يعني بتشرب تراب بطريقه مش طبيعيه ومتعبه جدا في التنظيف. المطبخ كنت مخلصه المواعين الحمد لله من امبارح، وده مش نشاط ولا حاجه برضو، ده بسبب ان انا ما كنتش عارفه انام، فقلت بالمره وانا صاحيه ان انا اخلص المواعين. صحيت بقى الصبح كنست المطبخ ولمعت الرخامه ولمعت البوتاجاز، والحمد لله ما اخدش مني وقت خالص. دخلت بعد كده على اوضه النوم، طلعت طبعا السرير بتاع زين بره، وبدات ان انا اظبط الملايه. انا غيرت الملاية من يوم كده، ولكن ده ما عملتهاش في الروتين معاكم لان انا كنت يعني ما كنت تعبانة في الفترة دي، ما كنتش قادرة ان انا اصور. حسيت ان الجو حر، الجو بقاله يومين حر، وده يعني ده بسبب التعب اللي حصل لنا، فرجعت تاني شلت الكوفرتة اللي انا كنت فرشاه اللي هي الموف، ورجعت الكوفرتة الخفيفة، لان الجو بيلعب معانا لعبة كده مش حلوة، شوية حر وشوية برد، والصبح بدري بيبقى برد وبالليل برد، لكن يعني بالنهار كده لحد الساعة 9 مثلا بحس الجو حر جدا. ورجعنا تاني نشغل المراوح بعد ما كنت خدت قرار ان انا هشيلها. وكان في فانلات كده بيضة لزين، انا دايما بحب الهدوم الداخلية بالذات تتغير كل يوم، ما ينفعش اقعدها اكتر من يوم، فكان في كده فانلات بيضة فغسلتها له، ولكن ما غسلتهاش في الغسالة، غسلتها على ايدي، حطيتها الاول في طبق وسبتها منقوعة شوية، وبعدين حطيت عليها شوية اوكسي وشوية منعم ملابس وغسلتهم، ورحت بقى نشرتهم في الشمس. بعد كده بقى النشاط خدني وقلت لازم ابدا تفريزات رمضان واخليني كده ست بيت شاطره، فتابعوا كل خطوه كويس جدا في السمبوسك. يلا نسمي الله ونبدا ونشوف مكوناتنا ايه. اول حاجه هجيب بوله واحط فيها مجين من الدقيق، الدقيق يكون متعدد الاستخدام من اي سوبر ماركت او من عند اي عطار، ولازم الدقيق اكون نخلاه كويس جدا.
بعدين هجيب معلقة صغيرة كده من الملح وهنزل بيها على الدقيق واقلبهم كده كويس مع بعض تقلبتين 3 كده لحد ما الدقيق كله يتملح. نفس الكوباية او المج اللي عايرت بيه الدقيق هو نفس اللي هعاير بيه مية جايباها من الحنفية او من الفلتر عادي. هزود مج وربع مش اكتر من كده، وهبدأ ان انا اعجن بايدي. لازم اعجن بايدي، بس قبل ما اعجن بايدي هزود معلقة ونص كبار كده من الزيت، يعني ربع كوباية صغيرة من بتوع القهوة. وبس، هي دي كل المقادير بتاعتنا بايدينا بقى، ونبدأ نعجن كده لحد ما الدقيق يندمج كويس مع المية. هتحسوا ان العجينة يابسة قوي، فهنزود لها كمان مج من الدقيق. انا بس حبيت ان انا ازود الدقيق بالتدريج مش مرة واحدة. زودت مج كده، زودنا 3 مجات من الدقيق، يعني ما يعادل نص كيلو من الدقيق او اقل حاجة بسيطة. وهكمل تقليب تاني. هعجن بقى يعني السمبوسة عايزة صحة كده، ونعجن فيها كويس جدا. هي هتتلم معاكم بكل سهولة، مش هتاخد وقت، ولكن لازم نعجن يعني حوالي ربع ساعة. ولو عندك عجان طبعا هيكون اريح ليكي واوفر في الوقت كتير. هبدأ ان انا افضل اعجن فيها كده واشيل العجين اللي في ايدي وارجع اعجن تاني، وهكذا لحد ما تتشكل معايا على شكل كورة. ولازم يكون الملمس بتاعها ناعم. في الحالة دي تقدروا تقولوا ان انتوا عجنتوها كويس جدا. لو حسيتوا ان هي بتلزق في ايديكم حتى لو حاجة بسيطة، نزود رشة او رشتين من الدقيق. انا مش عايزاها تكون بتلزق خالص، علشان لما نيجي نفردها ما تتعبناش في الفرد. بدأت تاني ان انا المها على شكل كورة اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ولازم السطح بتاعها يكون املس زي ما انتوا شايفين كده. في نفس البولة بقى هجيب مج صغير كده من الدقيق وهمسح بيه البولة كويس جدا، وبعدين هنزل كورة العجين اللي احنا عملناها مع بعض واسيبها بقى تخمر مش اقل من ساعة، علشان لما نيجي نشكلها تتشكل معانا بكل سهولة. مش بحط على وشها زيت ولا اي حاجة خالص، هو الدقيق اللي حطيناه تحتها وبس كده. بغطيها بستريتش او بكيس بلاستيك وعليها فوطة مطبخ نضيفة، وبحطها مثلا في الفرن، فرن طبعا مطفي، او في الميكروويف، او على الرخامة. اهم حاجة اسيبها ترتاح براحتها. بعد ساعة بالظبط ده كان شكلها. هتشوفوا بقى الجمال دلوقتي. السطح بتاعها املس خالص وطالعة معانا حتى كده ليها ريحة جميلة قوي. هوريها لكم دلوقتي. بدل ما تشتروا السمبوسة من بره بمبلغ وقدره، اعملوها في البيت وتقدروا تفرزوها عادي وتطلع معاكم في منتهى الجمال. جبت بقى صينية كده كبيرة وهبدأ ان انا ارش عليها معلقتين كبار من الدقيق. وهبدأ ان انا الكورة الكبيرة دي اقسمها لكور صغيرة متساويين، والنص كيلو دقيق هيعمل معاكم كمية كبيرة جدا. شايفين بقى العجينة بعد ما سبتها ارتاحت براحتها؟ ده بقى شكلها. لكن لو مستبينها ترتاح براحتها هتحسوا ان هي بتقطع معاكم وانتوا بتكوروها. هبدأ بقى ان انا اخد كور. يفضل طبعا لو عندكم ميزان نوزن الكور عشان كلها تبقى نفس الحجم، واحنا بنفردها ما تبقاش حتة كبيرة وحتة صغيرة. شوفوا بقى السطح بتاعها املس وجميلة جدا ما شاء الله. ده دليل ان هي هتطلع معانا ناجحة. حطينا اول كورة. مش ببل ايدي لا ميه، لو ايدي مبلوله ميه بنشفها كويس جدا. مش ببل ايدي زيت ولا اي سوائل خالص. وابدا ان انا اخد الكوره والفها كويس كده. بتكون كده جاهزه معانا. الكميه دي عملت لي حوالي 16 او 17 كوره، وهتشوفوا الكميه اللي هتعملها لي. انا وريتها لكم في اول الفيديو وهوريها لكم تاني في اخر الفيديو. طيب خلصت الكميه بتاعتي اهي. هسيبها برضو ترتاح مده ما تقلش عن تلت ساعه. هرش على وش الكور الصغنونه دي شويه من الدقيق واغطيها برضو بفوطة مطبخ نضيفة واسيبها ترتاح لمدة تلت ساعة، علشان لما اجي اشتغل فيها وافردها تتفرد معايا بكل سهولة. نركز بقى هنا جدا جدا جدا، علشان دي اللي هتطلع معانا السمبوسة ناجحة. برش على الرخامة كده دقيق او اي حاجة هتفردوا عليها. بيكون جنبي زيت ودقيق بالفرشة السيليكون، وبحط اول طبقة كده. لازم ادهن الكورة بعد ما فردتها بالزيت، وبعدين شوية حلوين كده من الدقيق. ده اللي هيخلي طبقات السمبوسة تفصل معانا بعد ما تستوي. وهكذا انا هعمل 4 رقات، بين كل رق والتاني معلقة صغيرة من الزيت ورشة من الدقيق. دي كانت تالت كورة معايا اهو زي ما انتوا شايفين كده.
نركز قوي 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 في الخطوات دي. ممكن تفردوا كل واحدة منفصلة وبعدين تحطوها فوق بعض، ولكن ما ننساش الزيت والدقيق برضو، دول اساسيين سواء عملناها وهي الكورة لسه صغيرة فردناهم على بعض، او لو هي فردناها لوحدها. والطبقة الأخيرة اهي، الكورة الأخيرة ما تزودوش عن 4 طبقات، يعني عشان تطلع معاكم السمك بتاعها حلو وما تبقاش تخينة قوي. حاجة كمان نسيت اقول لكم عليها، ان انا مش بدهن بدقيق بس، لا بيكون دقيق وعليه معلقة كبيرة كده من النشا، بخلطهم هما الاتنين كويس جدا مع بعض. النشا بيخلي رقات السمبوسك بتتفك معايا بكل سهولة. هاجيب بقى الفرادة بتاعتي، ولازم اكون مسحاها مسحة كده خفيفة بالدقيق علشان اضمن ان العجينة تتفرد معايا بكل سهولة، وكمان ما يبقاش فيها اي تلزيق. كل ما افرد فردتين 3 كده ازود شوية من الدقيق، ده بيساعد ان العجينة بتاعتي تتفرد معايا بكل سهولة، وكمان تطلع معايا حلوة جدا. ببدأ بقى ان انا افردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا علشان هسويها على صينية مدورة، عملتها على شكل دايرة. لو هتعملوها على صاج او صينية مستطيلة زي بتاعة الكيك كده، فبتعملوها مستطيل، يعني حسب ما التسوية هتسووها ازاي. بس كده هي جاهزة معايا. لو تقدروا ان انتوا تفردوها اكتر من كده افردوها، والمكان اللي هتسووا فيه ما شاء الله يعني كبير. التسوية الصح بقى، انا هنا جايبة صينية وقلبتها على وشها ومشغلة النار. اهم حاجة الصينية او طاسة الكريب، لو عندكم طاسة كريب كبيرة تقدروا تسووا فيها، الطاسة تكون سخنة كويس جدا. بعد كده بخلي النار هادية تماما، بسيب بحط السمبوسك بقى على كل وش كده دقيقة دقيقة ونص، يعني ما بسيبهاش كتير لا تتلسع مني، لا دايما بقلبها باستمرار، كل دقيقة او كل دقيقة ونص كده بقلبها. اول ما تبدأ تعمل بابلز او فقاقيع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بيبقى كده خلاص. بروح جايه بقى قلباها على الناحية التانية، كده خلاص استوت معايا. حطيتها لكم اهو على الكوستر. بصوا بقى شكلها عاملة ازاي. طبعا لازم نسويها، بنسوي الاطراف كويس جدا، وتقدروا بقى تقطعوها الحجم اللي انتوا عايزينه. قسمتها اهو. ممكن لو عندكم قطعة البيتزا بدل السكينة يعني تسووها بيها على طول. هبدأ بقى ان انا اقطعها وهي سخنة، بسيبها تبرد دقيقة واحدة بس، وبعد كده بقطعها. وبعدين ببدأ ان انا افصلها عن بعضها. لو سبتوها تبرد تماما هتبقى عبارة عن عجينة كتلة واحدة، مش هتعرفوا تفصلوها. بصوا بقى بتتفصل معايا بكل سهولة، شايفين طالعة معايا رقيقة بجد ما شاء الله، حلوة قوي قوي اهي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بدأت ان انا افصلها تتفصل معايا بكل سهولة. طبعا شايفين الدخان او الحرارة وهو طالع منها. هنا بقى كنت خلصت الكمية بتاعتي كلها، وكمان كنت فصلاهم، ولكن حطيتهم على بعض كده يعني غلفتهم بكيس بلاستيك وسبتهم لحد ما يبردوا تماما. بصوا بقى هبدأ ان انا اعملها معاكم. دي الطريقة لو حد مش بيعرف يلف السمبوسة. بنعمل مثلثين كده الاتنين عكس بعض، وبعد كده ببدأ احشي الحشوة اللي احنا عايزينها. انا كان معايا جبنة فيتا بزيتون، وكمان جبنة رومي، وكمان جبنة موتزاريلا. تقدروا تفرزوها ازاي؟ ممكن تفرزوها وهي محشية كده عادي. اهم حاجة ندخلها الفريزر تكون متغطية كويس جدا، يعني نكون مغلفينها كويس جدا علشان ما تنشفش معانا. ممكن كمان تسيبوها شرايح كده، يعني تعدوا مثلا 20-30 شريحة وتروحوا جايين عينينها. ممكن كمان تعملوه منها سبرينج رول، بيكون طعمه حلو قوي. بصوا بقى ده كان شكل السمبوسية بعد ما لفتها. هعمل معاكم واحدة كمان. بقفل بايه السمبوسة، بجيب معلقة كده من الدقيق وعليها معلقة من المية، وبقلبهم كويس جدا مع بعض لحد ما يبقوا معايا قوام كده زي السائل. وببدأ ان انا اقفل بيه السمبوسة بتاعتي، ودي احلى طريقة تقفلوا بيها السمبوسة. دي بقى كنت حشيتها جبنة موتزاريلا. كل ما نعمل مثلث نضغط ضغطة خفيفة كده علشان بس نضمن ان هي اتقفلت معانا كويس وما تفكش معانا في الزيت. بعدين بحط معلقة من العجين اللي انا لسه قايله لكم عليه، وبروح جايه مقفلاها. شكلها بقى ده شكلها بجد ما شاء الله اللهم بارك، حلوة قوي. هحشي اخر حشوة معاكم. وعلشان صح الجبنة الرومي تطلع معاكم بتمط كده زي الموتزاريلا، بحط الرومي يعني ايه قطعة كده سليمة على بعضها، مش بحطها مبشورة اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وببدأ برضو ان انا اقفلها. عايزة اقول لكم ال3 كوبايات دقيق دول يعني رموا معايا كمية كتير قوي قوي ما شاء الله. اقفلها بقى كويس، ويلا بقى اوريكم التسوية كانت في التسوية شكلها عامل ازاي. اهم حاجة زي ما قلت لكم نقفلهم كويس جدا.
عملت كده شوية، عملت حوالي 12 علشان بس اوريكم شكلها. طيب بعد كده هنسويها بقى الطاسة تكون سخنة جدا، واول ما ابدا احط السمبوسة بهدي النار تماما. سويت الكمية اللي انا عملتها، رشة بقدونس كده علشان بس الشكل. وهنا بقى كنت بسمعكم صوت القرمشة بتاعتها، سامعين؟ يعني باينة خالص من صوت القرمشة ان مستحيل السمبوسة دي تكون شاربة نقطة زيت واحدة. يلا بقى نفتحها مع بعض ونشوف مطة الجبنة والحلاوة دي. شايفين بقى مطة الجبنة عاملة ازاي؟ ما شاء الله اللهم بارك، ولا احسنها مطعم بجد. انا منزله لكم طريقة الجبنة الموتزاريلا دي، وهعمل لكم فيديو انا مصوراه بس لسه همنتجه وانزله لكم، فيه اكتر من 6 حشوات للسمبوسة، اقتصاديين جدا وكلهم على قد الايد، ما فيهمش لحوم خالص. دي كانت اللي هي بحشوة الجبنة الموتزاريلا. هفتح معاكم بقى اللي هي كانت بالفيتا والزيتون وكمان الرومي، وهوريكم دلوقتي مطة الجبنة الرومي كانت عاملة ازاي. مستحيل تصدقوا ان دي جبنة رومي. دي كانت معانا اللي هي الفيتا بالزيتون. الجبنه طالعه معانا كريمي وجميله قوي، وكمان الزيتون معاها سواء اخضر او اسود زي ما انا عامله، فالاتنين احلى من بعض. دي بقى كانت الجبنه الرومي. شايفين لما بنحط القطع على بعض بتدينا المطه الجميله دي، وكمان طعمها بيكون حلو قوي.